طيب طالما الجزء المندفع صايع وبيكسب بالدوبامين، احنا مش هنلعب معاه لعب تقليدي. مش هقولك هنا اعمل تايمر ونظم وقتك، المندفع ما بيتهدش بالتايمر. احنا هنستخدم حيل نفسيه من كتالوج اللعبه عشان نغفله ونخليه يشتغل غصب عن. الاولى، الملل المتعمد. لما تلاقي نفسك بتسوف قول لدماغك خلاص يا معلم مش هنشتغل ومش هنذاكر، بس قصاد كده هنقعد على الكرسي ده لمدة 10 دقايق بدون حركة، بدون أغاني، بدون موبايل. عارف ايه اللي هيحصل؟ المندفع بيكره الملل جدا، وفي ظرف 4 دقايق بالظبط هتلاقيه هو اللي بيتحايل عليك ويقولك قوم نعمل اي حاجه، المذاكره ارحم بكتير من القعده دي. انت هنا بتجبره يختار الشغل عشان يهرب من الملل. الحيله التانيه تقليل الاحتكاك. الجزء المندفع بطبعه كسول، فلما يلاقي الموبايل جنبك هيسوحك، وفي خلال ثواني هتلاقي نفسك ماسك الموبايل. لكن لما تحط الموبايل في اوضه تانيه وتصعب الوصول ليه هيستسلم للامر ومش هيفكر ان هو يروح يجيب الموبايل من الاوضه التانيه ويكمل الشغل اللي قدامه. الحيله الثالثه، سامح نفسك على الوقت اللي ضاع في التسويف وابدأ من دلوقتي. العلماء اكتشفوا ان الناس اللي بتجلد نفسها وتندم على الوقت اللي ضاع في التسويف بيسوفوا اكتر في المرة اللي بعديها. ليه؟ لان جلد الذات بيعمل ضغط نفسي وقلق، والجزء المندفع عشان يهرب من الضغط والقلق ده بيروح للتسويف عشان يبسط نفسه.